السلام عليكم ومرحبا بكم في كويزين خميسية دي زاد. ان شاء الله تكونوا كامل بخير ومهنيين وبصحة جيدة. ما زلنا دائما مع الوصفات الرمضانية، واليوم جبت لكم وصفة قرنون بريستيج. راهي روعة في الشكل وفي المذاق، بديكور جديد بدلوا فيه شوية على غير العادة. دائما نشوفوا القرنون فارسي عادي بالوصفة التقليدية، واليوم بدلت له هذا الشكل تاعو، درتو فارسي بلا فيونداشي على شكل تفاحات. ويلا مع بعض نشوفوا الوصفه تاعنا والمقادير تاعها، ان شاء الله تعجبكم الوصفه. في القدره حطيت مرصو دجاج، حطيت معاه نص حبه بصله، راح نخليهم يتقلاو شويه. اذا كان ما عندكش اللحم، استعملي الدجاج في بلاصه اللحم. راح ندير له شويه ملح، راح ندير له لي زيبيس، راح ندير له راس الحانوت، فلفل الكحل، شويه فلفل الكحل وشويه راس الحانوت. على راس المغرف ديروا برك لي زيبيس، ما تكثروش باش ما تعطيكمش مروريه. ودرت له شويه كركم، وراح ندير له شويه قرفه. هادو هما لي زيبيس اللي درت في المرقه تاعي، باسكو هنا راح تجي مرقه بيضه. نقليهم شويه مع بعض. بعد ما يتقلاو ويذوب شويه هذاك البصل، يتحمر لي شويه هذاك الدجاج، راح نزيد معاه كميه من الجلبانه ونمرق بالماء يكون سخون. نحاول نغطي هذاك اللحم تاعي باش يطيب لي. راح نزيد عليه هنايا مغرف صغيره تاع قهوه، سكر، وزدت معاه حبه زروديه صغيره قطعتها صغير، قطعتها دي بتيدي. نغلق عليهم ونخليهم حتى يطيب اللحم تاعي، خطره على خطره نفتح عليها نشوف اللحم اذا طاب. لافاغس تاعنا عندي كميه من الفيونداشي، درت حوالي 250 غرام تاع لا فيونداشي. درت معاها شويه ملح، مغرف صغيره تاع الملح. درت معاها فلفل الكحل، درت معاها ثوم بودره، درت معاه شويه كركم، راح نزيد معاه شويه قرفه وشويه كمون. دائما لي زيبيس نحاول ندير نص مغرف صغيره تاع القهوه. راح نزيد معاه شويه معدنوس مقطع، وزدت معاه بياض حبه تاع بيض، وزدت معاه مغرف لا شابلوغ وبياض حبه تاع البيض. راح نخلطهم كامل مع بعض. نسيت نخلط بالمغرف مي ما ساعدتنيش، ما كاش كيما اليد. عاودت لميت كامل هذيك لافارس بيدي. المهم لهنا اللي ما عندهاش لا فيونداشي تقدري ديري الدجاج مرحي في بلاصه لا فيونداشي، كل وحده ومقدورها. لهنا عندي حبيبات تاع القرنون، كنت نقيتهم وخويتهم الداخل، مسحتهم مليح بالقارص، غسلتهم بيان وغسحتهم بالقارص باش ما يكحالوش. عندي كميه من الفرماج فوندو، وعندي كميه من الموتزاريلا. في هذا المول تاع السيليكون راح ندهنه شويه بالزيت، بعدها راح نشكل فيه هذوك الحبات تاع لا فيونداشي. راح نرفد كميه من الفيونداشي. حاولوا تدهنوا يديكم بالزيت ولا بالماء باش ما تلصق لكمش لا فيونداشي في يدكم. ونجي نحطها في المول، نشكلها على حساب هذاك لو مول. نسي نرقق شويه لا فيونداشي باش ما تجينيش خشينه، ونعمرها في الوسط بالفرماج. ندير شويه فرماج فوندو وندير موتزاريلا. اللي ما عندهاش الموتزاريلا تقدر دير برك فروماج رابي وترابيه وتحطه في الوسط. ونعاود نغلق عليه فوالا كيما راكو تشوفوا.
واللي ما عندهاش هاد لو مول تقدر تفاصونيهم غير بيدها، دير دي بول ودير فيهم داخل الفرماج، تعاود تكورهم وتحطهم في السنيوه تاعها. هكذا راح يشدوا لا فورم من تحت بلا ومن الفوق يجوها بومبي، راح يعطوك هذاك الشكل تاع التفاحه. باش كي تجي تحشي القرنون راح يجي داك الشكل بومبي من الفوق. فوالا هاوليكم لهنا بعد ما كملتهم ندخلهم للفور. نديرهم على اعلى درجه يطيبوا خطره على خطره، تشكو فيهم الموس ولا كيردون، شوفوهم اذا كان طابوا. من جهه واحده اخرى المرقه تاعي، شوفوا لهنا اللحم راهو طاب والمرقه راهي تقلت شويه، يعني تقالت عقدت. راح نزيد نمرقها بشويه ماء، وراح نحط لهنايا لي بول هذوك اللي كانوا فضلوا لي بول تاع لا فيونداش اللي كانت فضلت لي، درت هذه بولات وحطيت لهنا القرنون ونشعل عفوا نغلق القدره ونخليهم يطيبوا. بعد ما طابوا هذاك لي بول تاع لي فيونداشي اللي كانوا في الفور، شوفوا لهنا خرجتهم، شوفوا هنايا كيفاش ينقصوا الحجم تاعهم، ينقص كي نديروهم اوتوماتيكمون يطيبوا يذوب هذاك الشحم اللي يكون بزياده. وهما سخونين راح نحطهم في طبسي ونجيب لهنايا شرائح الجبن تاع لي ساندويتش ونحط عليهم بالوحده، نحطها ونخليها يذوب عليها هكذاك، هو سخون باش يذوب الجبن، ما تخلطوش فيه باش ما يتقطع لكمش. حطوهم وخليهم يذوبوا على جهه حتى وين يبردوا. فوالا بعد ما بردوا لي راح نجيب لهنايا الموس ونحي هذوك الفرماج اللي جاب بزياده من تحت، راح نجي نفينيهم لهنا. لازم يكون لهنايا الفرماج فيهم برد شويه باش تقدروا تفينوهم. من جهه واحده اخرى القرنون تاعي كنت رمته في البيض ولا شابلوغ وقليته، كي طاب نحيته من القدره ورمته في البيض ولا شابلوغ وقليته في الزيت. خدمت لهنايا كريمه الجبن، كنت حطيت كاس حليب في كسرونه، حطيت كاس حليب، حطيت شويه ملح فيها، حطيت مغرف ونص فرينه، حطيت لها كميه من الجبن الطري، حطيت جبن طري، حطيت شويه شيدار وخلطهم كامل فوق النار وحتى اثقل لي هذاك الخليط تاعي كيما راكم تشوفوا لهنا. لازم يولي خليط شاد روحو. بعدها زدت له شويه معدنوس مجفف وعمرته في لابوش. راح نجي نعمر فيه، نعمر هذوك الحبيبات تاع القرنون. لازم لا كريم فرomاج تكون شاده روحها شويه، تكون ثقيله باش تعطيكم لافورم، تكون شابه هذيك لافورم اللي تعطيكم لافورم تاع الورده. سينون اللي ما عندهاش لابوش تقدر تعمر غير بالمغرف، يعني سهلي على روحك وديري بالحاجه اللي عندك في الدار، ماشي شرط تلتزمي بكامل واش نديرو ولا واش دير واحده اخرى. راح نزين لهنايا باعواد تاع النعناع. هنا العود تاع النعناع كنت قسمته ودرت ورقه نعناع على جهه وشكيت هذاك العود في الوسط باش تعطيني الشكل تاع التفاحه. راح نجي نحطهم فوق القرنون. هنا ما تخافوش كي تحطوها راح تشد روحها. هنايا القرنون كي تنقوه سيو تنحولو كامل من تحت، ديروه بلا، تنحيلو كامل هذاك القرنون الطويل اللي يجي زايد من تحت، سيو نحوه باش كي تحطوا القرنونه في الطبسي تشد روحها. فوالا هنايا راح يكونوا شويه بردوا، ماذا بكم دخلوهم في الميكرووند يسخنوا، سينو عاودوا سخنوهم في الفور باش تحطوهم فوق المرقه تاعكم. لهنا المرقه تاعي شوفوا بعد ما طابت، شوفوا كيفاش جات، الله يبارك، جات ملبيه هذيك المرقه، جات ما شاء الله. ما ذاك اللحم طاب زبده ان شاء الله. شهيتكم في الجنه واللي شهيتها تسمح لي. راح ندريسيه، نحط كالعاده المرقه هي الاولى، بعدها راح نحط القرنون توخ، وكل وحده تزين الطبق تاعها كيما تعرف هي ولا كيما تحب هي. هذا الطبق تقدروا ترافقوه بلي فريت ولا ديروا له الروز، سلطه تاع الروز، سينو ديروا الروز بلا صوص معاه راح يجي بزاف بنين.
ويزكي لكم الطبق تاعكم. شوفوا هذه الوصفه قلت لكم راهي وصفه رائعه ما شاء الله، والبنه تاعها ولا اروع، مام الشكل تاعهم شوفوا شحال يجوا شابين، يجوا حاجه بريزونطابل تحمروا بها وجوهكم. في رمضان كامل نحبوا نحطوا الوصفات ونحبوا نحطوا الاطباق الشهيه، كامل نتشهاو في رمضان. ماذا بينا كل وحده تتفنن في دارها وتحط الحاجه الشابه والبنينه لولادها. هذه هي. هنا ما بقى لي غير نحط له لي غونديل تاع القارص، ونزيد له هذيك الرشه تاع المعدنوس كالعاده، والبلا تاعي راه واجد. اللي ما زالت معايا حتى لهنا ما تنسايش تحطي لي جيم، حطي لي كومونتير، واللي مازال ما ابوناتش في لاشين نقول لك اختيتو ابوني وفعلي زر الجرس باش تكبر لمتنا. فوالا الطاوله تاعي راهي حضرت. هذا هو الطبق تاعنا لنهار اليوم، ان شاء الله يكون عجبكم، ان شاء الله تكونوا ديتوا ولو فكره بسيطه منه. وكنت رافقت معاه، درت معاه هذا الطبق تحليه، درت لي بابا في لي فيغين مع لاكرام ومع الفاكهه. ان شاء الله في الخطره الجايه الفيديو الجاي راح نبارطاجي معكم الوصفه تاع لي بابا ثان. جات ولا اروع، جات ما شاء الله. شوفوا الشكل تاعها شحال شباب، وجات مشمخه وخفيفه وبنينه. تحليه بارده توالم بزاف للسهرات. دائما راح نقسموا لهنا الوصفه تاعنا باش تشوفوها من الداخل كيفاش جات داخل فيها هذوك الطبقات تاع الفرماج، والفرماج يجي يذوب لهنا سورتو كي تحطوه سخون، تفتحوا الحبه راح تلقاو هذاك الفرماج يهبط يسيل معاها. فوالا هذه هي حبيبتي الفيديو تاع نهار اليوم، ان شاء الله تكون عجبتكم، ان شاء الله تكون خفيفه ظريفه عليكم. نتلاقى في فيديو جديد مع وصفات جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.